السلام عليكم جماعة الخير، وياكم مؤمن ويوسف من قناة كابتن معلومة. واليوم راح حلقتنا عن حرب البشر ضد الأمراض. انطيني معلومتك الأولى كابتن. معلومتي الأولى راح تحكي لك عن أكثر مرض مميت مر على تاريخ البشرية. يوم وشلون البشر حاربوه. هذا المرض شنو هو؟ الموت الأسود، الطاعون. هذا المرض هو الطاعون. شلون بدأ الطاعون وشلون اجى الطاعون وشلون صار الطاعون؟ راح نعطيك شيء عن الطاعون بشكل مختصر كلش. حلو. طبعا الطاعون استمر لمدة طويلة، بس بدأ وكان كلش منتشر تقريبا بسنة 1347 إلى سنة 1352 اللي هي 700 سنة بالضبط، 700 سنة اللي هو تقريبا 5 سنين. هذا كانت الفترة اللي بيها الطاعون قتل نص العالم، طغى على العالم، قتل بأوروبا تقريبا 50 مليون شخص. 5 سنين. طبعا لما أقول 50 مليون شخص مو شيء قليل بذاك الوقت. أكيد. يعني لما تقارن هسه ال 50 مليون هسه من بين 8 مليار، يجوز النسمات تتعدى مليار. بالضبط. فكانوا الناس أقل من هسه. أكيد. فقتل بأوروبا 50 مليون، وحول العالم قتل 200 مليون شخص. 200 مليون شخص. بالضبط. هاي ال 50 مليون خلصوا. هي ثلث أوروبا، وال 200 مليون تقريبا كانت ربع العالم. خلصهم. بعدين مثل ما قلنا هو كان امتد لفترة طويلة. ايش قد امتد تقريبا 4 قرون. 400 سنة. 400 سنة. 400 400 سنة كان يروح ويرجع ويرجع، يعني ما كان موجود أكثر شيء. منين اجى الطاعون وشلون انتشر بأوروبا وشلون طبل العالم؟ زين. الطاعون اجى اكيد من ذاك المكان، من الصين. نفس المكان من الصين، ونفس الصينيين. المدينة مال الفيروس تعرفون. والله نفسها من ووهان. اجى من مدينة. ليش ما يحرقون هاي المدينة؟ طيب بيها ناس الصين. يطلعون الناس. لا انت لا تصير مدمر. ذاك اللي نعرفه، ما نقدر نقول اسمه، ذاك اللي نعرفه صفراء بناخذ ارباح. حتى تريدوا تقطعون رزقنا. ايش بيك يا ولد؟ لا مو ايش بيك؟ لا. فايش سووا هالمره؟ هم اكلوا يدك كاف. هناك اكلوا خفاش. ب 2019 اكلوا خفاش. ب 1342 شكلوا اكلوا فار. يا اخي نفسهم دينيه ذول. الله العظيم. بس تعال والله يا اخي فيها لحم. يا اخي اكل شجر ولا تاكل هذا. لما اكلوا لهم الفاره، السلام عليكم، اجى الطاعون. يا مرحبا. كان تقريبا باليوم يقتل 4000 شخص. باليوم 4000 شخص يموت. هذا المرض وهذا الوباء حدك اذا انصابت بالطاعون 3 ايام. الوباء اللي راح احكي عنه هو الانفلونزا الاسبانيه. شنو هاي؟ اي والله. انت قبل لا تشرح لي عنها، ليش انفلونزا اسبانيه؟ ليش اسبانيه؟ ايه؟ اسبانيا ما لها علاقه بالموضوع. لا. مو هي اللي طلع من عندها المرض. لا. طلعت بالقواعد العسكريه الامريكيه. شو وقت؟ فتره الحرب العالميه الاولى نهايتها. يعني مو قديم هذا المرض. لا مو قديم، قبل 100 سنه تقريبا. صحيح. اول حاله شخصت هناك 1918 1918 ويا النهايه. كانوا منو حلفاء امريكا وفرنسا. صحيح. اللي ميسي فاز عليهم كسر عينهم. مشي لك. فبدا ينتشر من امريكا الفرنسا الاسبانيا. اسبانيا مو اول بلد انصابت. امريكا اول بلد. امريكا اول بلد، بس امريكا وفرنسا اللي انتشر عندهم هوايه. ما حد حكى بالموضوع. يخافون انه الجنود يبدون يصير لهم توتر وخوف من المرض. يخافون لا ينصابون بالمرض. بس اسبانيا تجبرت وهي نقلت كل اخبار الانفلونزا الاسبانيه، فسموها الانفلونزا الاسبانيه. زين، انت قلت لي هذا طغى ب5 سنين. هذا طغى بسنتين ونص. بس سنتين ونص. اصاب تقريبا نص مليار شخص. نص مليار 500 مليون شخص. سكان كوكب القاع ذاك الوقت كان عددهم 1.5 مليار. وصاب نص مليار، يعني الثلث اصابهم الانفلونزا الاسبانيه بهاي السنتين ونص. اللي هو اشتهر بيها. قتلت الانفلونزا الاسبانيه من 20 الى 30 مليون شخص بسنتين ونص. الحرب العالميه 4 سنين قتلت 16 مليون. هذه سنتين ونص. ذيك حرب قتلت 20 الى 30 مليون شخص. وعامه هي استمرت 20 سنه، لان ورا 20 سنه بالاربعينات وظهر بدايه العشرينات، خلينا نقول بال18 بدا بالاربعينات يلا لقوا اللقاح. بس هو بالبدايه كان قوي. شلون صاحبنا مثل صاحبنا. زين. بعد بس خلال فترته كامله
قتل 50 مليون شخص تقريبا 50 مليون حول العالم. ايه اكيد ايه انه الانفلونزا الاسبانيه تصنف من ضمن اقوى 3 كوارث بالتاريخ، منهم طوفان نوح عليه السلام، عليه السلام، طاعون حبيبي مالتك الثاني الانفلونزا الاسبانيه. انطيني معلومتك الثانيه كابتن. راح نعطيك معلومة عن فد مرض ممكن البعض يعتبره مو مرض، وممكن البعض ما يؤمن به. يعني لما يشوف فد شخص عنده هذا المرض ويشوفه بهيج حالة يقول له انت روح صلي، روح اقرأ قرآن، او روح اطلع، او روح سوي فلان شيء. شنو هو؟ شنو هو مرض الاكتئاب. الاكتئاب طبعا الاكتئاب يعتبر مرض، هو واحد من الامراض النفسيه، وكذلك ممكن يكون اعراضه هي اعراض جسديه. شلون؟ خليني اقول لك عن مرض الاكتئاب. شنو هي الاعراض اللي تكون عند الشخص اللي عنده اكتئاب؟ طبعا الشخص المصاب بالاكتئاب راح تلقاه دائما او باغلب الاحيان يكون حزين، ويكون فاقد لذة كل شيء. شلون يعني؟ يعني لا يحب يمشي، لا يحب يطلع، لا يحب يسوي، ما عنده واهس بأي شيء، ما عنده واهس، بس انه يظل حزين، وكذلك يكون عنده رغبة كلش قوية بالبكاء. كذلك الشخص اللي يكون مصاب بالاكتئاب ايش راح يكون عنده؟ راح يكون عنده انعدام بالقيمة. مال عاشور. يعني انعدام بالقيمة يعني ما يحس بنفسه يستحق اي شيء، يعني يقول انا ما استحق، انا عايش. لذلك اغلب الناس المصابين بالاكتئاب ينتحرون. كذلك يكون عنده فقدان بالطاقة، ما يقدر يسوي ابسط الاشياء. قل له شيل هذا التليفون منه ما يقدر. انا مو مكتئب. لك ممكن يكون عندهم فقدان شهية، فقدان شهية، نزول بالوزن. هذا السبب الاكتئاب، ما ياكل الاكل هو اللي يسويك سعيد. هو هرمون السعادة الاكل. يا اخي قوم سوي العشاء. واحدة من الأعراض همين اللي تكون لمريض الاكتئاب هو راح يكون عنده بطء بالكلام، بطء بالأفعال، بطء يعني جدا راح يكون غير متفهم. يعني لما تحكي وياه كلش بصعوبة يستوعب، يفوت بدوامة براسه ما حد يدري بيها. زين سؤال، ايه الاكتئاب يجي من موقف صدمك لو هو مرض خلاص لا هو مرض تنصاب به. يعني الشخص اللي يصاب بالاكتئاب، طبعا الشخص اللي يصاب بالاكتئاب ممكن تلقاه البارحة كان ده يضحك ومتونس وقاعد وياك، بس ثاني يوم مثل ما قلت لك عصبية، على كاره كل شيء، ضايج من كل شيء. فهذا هو الاكتئاب. طبعا الاكتئاب اللي يجي كمرض يختلف عن النفسية من واحد يكتئب. دارات الواحد يضوج من كل شيء بحياته، يعني يكون ما عاجبه هذا، ما عاجبه هذا، النفس اللي نقول عليه بالضبط. بس هذا ما نقدر نقول عليه، بس احنا طبيعتنا نقول شوف هذا مكتئب. لا بس انت ما تعرف شنو الاكتئاب. الاكتئاب شيء اكبر من التغيير المزاج. بالضبط. وهسه يجي وقت معلومتك الثانية حجينا. معلومتي الثانية عيسادي راح احكي عن الموت الضاحك. هذا المرض الموت الضاحك انتشر بغينيا بافريقيا بالخمسينات مال القرن الماضي بسبب آكلي لحوم البشر. هاي مرة ثانية ارجع لآكلي لحوم البشر. ويلي يابا ناس تاكل فيران، ناس تاكل بشر. والله شنو هاي يا اخي ايش بيد دجاج؟ ايش بيد لحم فيك؟ هذا المرض يخليك تضحك بشكل جنوني، تظل تضحك يا اخي خلي اضحك يا اخي، مو تضحك هواي هم مو زين. يعني هسه لا واحد يبكي يقول مكتئب، واحد يضحك يقول الموت الضاحك. يراعي شو يسوي؟ يضحك يبكي شو يسوي؟ اصفن. اكو واحد مكتئب ده واحد تابع قناه كابتن معلومه. قد ما هو يضحك هوايه يصير عنده رجفه بالاطراف. شفت رجفه والله ما صاير عندي هذا. اذا تصير عندك انا هم بيضحكون هوايه، يضحك فيصير عنده رجفه بالاطراف وتلعثم بالكلام. هذا المرض استمر من الخمسينات الى 1976، 26 سنه. وين بغينيا؟ قلنا بغينيا نعم. بس هم وصل لاستراليا والامريكا. حلو. بس بشكل قليل. وهذا المرض ورا ما تنصاب به بشهر الى 3 اشهر انت ميت خلاص، يقتلك المرض بسبب تعب العقل او خلينا نقول الدماغ. يعني دقيقه انت لما تنصاب بهذا المرض يعني تظل تجيك على فترات. انا عبالي انه فقط انه تضحك مره وهاي الضحكه تكون هستيريه لا وتموت راسا. لا يستمر وياك يعني كل يوم فهالقد ما العقل يتعب من الضحك، مو العقل الدماغ يتعب من الضحك، يرسل
رسائل، اضحك 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 اضحك، يتعب العقل، يصير بسكتة دماغية، يموت حده شهر الى 3 اشهر. 3 اشهر اذا ما مات مستحيل، لازم يموت ورا 3 اشهر. يعني هو مرعب، اسم كلش. الموت الضاحك يقتلك ب3 اشهر. زين شلون يجي؟ من تاكل لحم بشر. يصدق. هو يسبب هذا الشيء. فهو ليش توقف بال 76؟ ما لقوا له لقاح. ماكو، صعب. إيه. تدور ماكو. وقفوا اكلين لحوم البشر، اختفى. بس شكو واحد انصاب بي ودع. ويلي. اي يعني ما لو مستمر. انطيني معلومتك الاخيره كابتن، مع الاسف. معلومتي الاخيره راح تحكي لك عن شنو؟ راح تحكي لك عن اندر مرض موجود بالعالم. نعرف هوايه امراض نادره وهوايه متلازمات كذلك تكون نادره كلش، تصيب نسبه قليله. بالضبط. بس انا راح احكي لك على مرض نادر موجود بالعالم. هذا المرض نسميه مرض عدم الشعور بالالم. اسمه يدل عليه، مو صحيح؟ صح. هو مرض عدم الشعور بالالم. اكيد. هذا المرض صائب حوالي 20 شخص من العالم كله. بس هو كذلك يعتبر شنو؟ مرض وراثي. فيتناقل. بس مو بسهوله. خلي اقول لك شنو هو وشون يصير. يعني اول ما يبدي الشخص راح يكون مصاب بعدم الشعور بالالم. فتبدي من هيجي قرصه صغيره ما يشعر بيها، وتوصل الى عدم الاحساس بالكسر والحروق. الحروق شو كسر عظم؟ كسر عظم. ما يحس بوجع كسر العظم ولا يحس بوجع الحرق. مع انه هو اكثر شيء مؤلم بالعالم هو الحرق. تشوف واحد حاط ايده بالنار ومحترقه ايده ورايح الجلد، بس هو واقف ولا اي شيء، كل شيء ماكو. يعني تشوف واحد قصوا ايده وتشوف الدم ده يطلع من ايده، هاي هو ولا اي شيء. بالضبط. مضروب بنج. بالضبط، انت جبتها من النهايه. هذا على تاج راسي. مرض عدم الشعور بالالم مرض مميت، بس مو هو المميت. مثل الايدز، الاتش اي في، مرض نقص المناعه. ينقص مناعتك بس مو هو اللي يموتك. بالضبط. الامراض اللي تجيك بسبب نقص المناعه. فهذا هم نفس الشيء، مو هو اللي يموتك بس هو اللي راح يخلي ذيك الامراض انت ما تحس بيها، تلقى نفسك مسلمها تراب. بالضبط. اشتغل. هو شو اسمه؟ غياب الشعور بالالم او عدم الشعور بالالم. الم جاب له رصاص. انت قلت لي الطفل ينولد ما عنده شعور بالالم، ما عنده شنو يعني، ما عنده الم، يروح للقطاسيه يجيب الم. وهسه اجتي وقت معلومتك الاخيره. معلومتي الاخيره راح احكي عن مرض معروف. الزهايمر. عادل امام. الزهايمر. الكابتن عادل امام. ان شاء الله تطلع في اليوم وانا بحلقه، بس من يكون والله نتمنى نسوي لعبه سوا ان شاء الله. نحط جولد شيء. الشيء المميز بهذا المرض انه اذا كان الشخص عنده الاي كيو. حلو. الاي كيو طبعا نسبه الذكاء. اي كيو اذا كانت فوق ال 130، يعني ذكي مثلي الثاني 130 وانا طاق ال 200، نسبه الذكاء اذا كانت فوق ال 130 فهو اكثر عرضه للاصابه بالزهايمر. يا اخي انا ذكي، شلون انسى؟ شلون يصير بيها زهايمر؟ شلون؟ هالقد ما يستخدم عقله هواي وعقله. يعني الشخص الذكي ممكن انه يصاب بالزهايمر اكثر من الشخص الغبي. يعني النسبه انه معرض اكثر الشخص الذكي. لكل شخص غبي موجود بحياتي انا احب اقول لك انت بامان وان شاء الله نسوي لك الحمد لله وشكرا. بس الاشخاص الاذكياء طبعا كل متابعين اذكياء، ما عندنا متابع غبي، فانتوا كلكم للاسف معرضين للزهايمر مع الاسف. الاذكياء اللي نتابعونه هو بس الذكي يتابعنا. بالضبط. انت لما دست الاشتراك صار الاي كيو مالتك دوس الاشتراك اذا انت ما مشترك عم تصير ذكي. ولحنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم. ان شاء الله عجبتكم. واذا عجبتكم انطونا لايك واشتراك ودعمونا حتى ننزل اشياء اغرب عن عوالم اغرب. شكرا للمشاهده. مع السلامه.